متخرجه من اف ام اي تجاره حلوان من فرع الزمالك. ودخلت البنك ازاي؟ عملت في الويب سايت بتاعهم، قدمت وكلموني عشان اروح ادخل التست. دخلت التست، امتحنت. كنا بنمتحن اي كيو وانجلش وايكونومكس وماركتنج واكاونتنج، وكان في جزء ماث، وكان في حاجات شويه عربي. وبعد كده اكسبتد وعملت بقى الانترفيوز البيرسونال والتكنيكال انترفيوز، وبعد كده دخلت البنك بقى از تيلر. والتست كانت سهله يعني؟ هي كانت سهله الصراحه، ما كانش في حاجه اكستريم يعني، كلها حاجات كانت بيزكس وحاجات كنا خدناها يا الا في الكليه في الانترودكشنز بتاعت المواد، او عامه لما بتقري او تسيرشي عن التوبيك بتلاقيه. لا انا ما كنتش عايزه اشتغل تيلر الصراحه. اي حد دخل يبدا تيلر ما كانش عايز يشتغل تيلر. هو الفكره ان انا كنت حابه فكره الكريدت او الريسك، وكنت فاكره بقى ان الكليه هو ده اللي هيدخلهولي، وان انا اول لما اقدم هتقبل علشان دي دراستي. بعد كده لقيت الموضوع مش حقيقي خالص، فبدات بقى فيرست ستيب ان انا ادخل البانكينج عن طريق ان انا اقدم. طب هتبداي ايه كفريش جراد؟ هتبداي تيلر. فعلى قول صديق من عندنا بدانا من فيلم الخدامين. محتاجه تبداي اول تيلر وبعد كده بقى مش شرط ابدا تيلر، هو بس الفكره انت دخلتي البانكينج عامه. ممكن تدخلي بقى كاستمر سيرفيس، ممكن تدخلي اوبريشنز، ممكن تدخلي تيلر، ممكن تدخلي حاجه اصلا اوت سورس، بعد كده تدخلي ستاف في البنك نفسه على حسب. والكورسز بقى اللي بتاخديها، الحاجات اللي بتعمليها دي كلها بتظبط الموضوع يعني. قد ايه شغاله هنا؟ انا بقالي سنه بالظبط. حاجه تانية مثلا؟ هو الصراحه انا مبسوطه، التيم اللي انا بشتغل معاه حلو جدا، فعشان كده انا مبسوطه معدي اي بقى فرهده واي تعب في الشغل. بقى احسن حاجه بالظبط، التيم هو احسن حاجه. بدات الاول كنت خايفه من الشغل، اتعودت عليه فما بقتش متضايقه منه. بس طبعا بقى ببص ان انا عايزه اعمل ايه بقى، الستيب الجايه هتكون ايه. لسه بقى بشوف انا حابه الموضوع ده يعني. لو كليه معينه لازم يكون خريج تجاره او خريج بزنس عامه. جود ويز نمبرز دي حاجه مهمه. فكره ان هو بيعرف يبقى مالتي تاسك، يركز في دوكيومنتس، يركز في سيستم، يركز في كاش، لان المين بوينت لحد يشتغل تيلر ان هو بيكون بيفهم في الكاش. الجريد في بنوك بتبقى عايزه اتليست جود، وفي ناس بيقول اتليست فيري جود. والسالري يعني ممكن يبقى ايه؟ اي ثينك ان المينيمم هيكون الحد الادنى بتاع المرتبات عادي لو تقريبا 6000 جنيه، والماكس بقى بيكون على حسب كل بنك والتاني. في ناس بتوصل ل 8، بتوصل ل 10، في ناس بتاخد اكتر. طيب ممكن تقول لنا اكبر رقم سمعتيه ممكن حد يبقى اشتغل في بنك كان كام؟ لا سمعت ارقام مرعبه الصراحه. في ارقام بس برضو على حسب انت سبيشالايزد في ايه، وانت في انهي ديبارتمنت. كل ديبارتمنت بيبقى ليه سعره المفروض يعني. في ناس بيكون لسه حاجات كلها رينج من 5 ل 10، في ناس بتاخد من 10 ل 20، في ناس بتاخد من 20 فيما فوق، في ناس بتاخد بقى ارقام طبعا خزعبليه احنا ما نعرفهاش. ربنا يبارك ربنا يبارك لك. انت حابه تقولي نصيحه او حاجه لو حد يبدا في الفيلد ده؟ صراحة أنا شايفة إن أي حاجة أنت هتبدأها هي هتفرق في حياتك عامة. ابدأ وشوف الدنيا هتوديك لفين، متفضلش مستني الحاجة يعني، اقعد دور واسعى. وإن ليس الإنسان إلا ما سعى وسعيه سوف يرى. بس أنت بتسعى والحاجة بتجيلك. شكرا.